السلام عليكم. حابة أقدم لكم بهذا الفيديو طريقة عمل الفطاير الحلزوني المحشية بالجبنة، إن شاء الله راح تنال إعجابكم. هلا عندي المقادير: معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، بيضة وبياض بيضة، بيضة كاملة وبياض بيضة، نص كوب زيت أو كاسة الشاي هاي 3/4 زيت، كوب ونص حليب فاتر دافي يعني يكون. عندي هون جبنة للحشي، جبنة بيضة بستخدم هاي الجبنة بجيب من محل التركي. وعندي هون زبدة لدهن الفطاير. وهون عندي باكيت خميرة أو معلقة ونص كبيرة. بالنسبة للطحين رح عير قدامكم، هي رح تاخد معي من 5 كواب ل6 كواب طحين. بالعجانة أول شي رح حط الحليب، رح ضيف الخميرة، معلقة كبيرة سكر، راح ضيف معلقة صغيرة ملح، عندي هون البيضة وبياض البيضة، واخر شي راح ضيف الزيت. هلا راح اخفقهم مع بعض. هلا راح ضيف طحين. اول شي راح ضيف 5 كواب طحين، كوب. الافضل راح شيل هاي شوي. هاي كوبين. 3 4 هاي 5 كواب. هلا راح ضيف الكوب السادس، بتكون العجينة اخذت 6 كواب طحين. هلا هيك تمام. راح تلزق شوي بالايد، ما مشكلة، نضيف لها رشة طحين. راح اخذ شوية طحين، رشة صغيرة هيك. شايفين ما شاء الله ما احلاها. راح احطها لحتى تصير الدبل، راح تركها ترتاح. هلا عندي هيك بعد ما ارتاحت العجينة راح اقسمها ل6 قطع. راح اخذ شوية طحين، راح افردهم واحط بين كل طبقة زبدة. والافضل الزبدة تكون شوي طرية بحرارة الغرفة. هلا بعد ما فردت الطبقة الاولى راح احط عليها زبدة وافرد الثانية. فردت هيك الطبقة الثانية، راح ادهنها كمان بالزبدة واحطها فوق الطبقة الاولى. هلا راح افرد الطبقة الثالثة واحطها فوق الطبقة الاولى والثانية وادهنها بالزبدة. هلا هيك عندي بعد ما دهنتهم بالزبدة راح افردهم منيح واتنيهم على بعض. راح احطها بالصحن.
واغطيها واحطها بالثلاجة عبين لاكمل الثلاث قطع التانيين. هلا فردت اول قطعتين، رح احط فوق القطعة الاولى ورح كمل فرد القطعة الثالثة. هلا رح احط اخر قطعة فوق القطعتين اللي فردتهم، ورح ادهنها ارجع كمان بالزبدة. رح ادهنها شوي زبدة وراح افردها منيح وارجع اطويها مثل ما فردت او طويت الاولى. هلا راح احطها مع القطعة الاولى اللي فردتها اول شي، وراح اغطي عليهم بالنايلون. راح اتركهم بالثلاجة لمدة 20 دقيقة عشان تتماسك عندي الزبدة. راح اخذ اول وحدة عملتها واحط الثانية بالثلاجة عبين لا افرد الاولى. هلا رح اقسمها لشرايح هيك. رح اخذ وحدة وحدة والفها هيك. شايفين كيف صارت معي هيك؟ رح كمل الباقي على نفس الطريقة، ألفهم هيك على شكل حلزوني. هلا رح افردهم بالشوبك او المراء، طبعا مع رشة طحين خفيفة، بهذا الشكل هيك دائري، واحشيهم بالجبنة. فبتقدروا كمان تحشوها باللحمة أو بالزعتر حسب كيف ما انتو بتحبوا. فأنا بس بالجبنة رح أحشيها، وطيبة كمان كتير بالجبنة مع كاسة شاي أو مع كم شرحة بطيخة. إن شاء الله بتنال إعجابكم. رح اخد صفار بيضة ومعلقة كبيرة زيت، ورح ادهن وجه الفطاير في صفار البيضة والزيت. هلا صاروا هيك جاهزين معي. رح ادخلهم على الفرن على درجة حرارة 190 درجة لمدة 30 دقيقة. طبعا رح احطهم بالوسط وانا محمية الفرن قبل هيك. صاروا جاهزين معي، ان شاء الله رح ينالوا اعجابكم. هشين طرايا، شايفين كيف؟ وبتمنى لكم ان شاء الله صحة والف الف عافية يا رب.